السيسي ينفع يبقى رئيس جمهورية وانا شايف ان هو راجل. فريق السيسي اقول له شكرا 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 والف مليون قبلة على وجهك الجميل. ده هو نجدنا اي حد في مكانه وانتشلنا من وباء احنا كنا عايشين فيه ومحدش كان يحس بالوباء ده غيرنا احنا. انه يبقى رئيس حاليا انا شايف ان ده قرار مش هيبقى صائب منه. القائد الاعلى السيسي احنا عايزينه رئيس صراحه، عايزينه رئيس لمصر. هو الراجل الوحيد اللي هيوقف لمصر ومواطنين مصر كلهم. لو قدام الفريق السيسي هقول له حسبي الله ونعم الوكيل. عندك مين؟ عندك الاهطل ده؟ عندك مين؟ ما عندكش حد. مفيش واحد ينفع للبلد دلوقتي ولا هيطلع بيها لقدام غير السيسي. كلنا كنا بنقول وطلع خاين وغيره وغيره كلهم خاينين. اللي كنا بنقول عليه ده يا مفيش، يا ريت يمسك البلد طلع خاين. الزفت التاني طلع خاين. عندك مين؟ انيل وادل سبيل يعني كلهم. ما عندكش كوادر كلهم. اي واحد عايز يقعد على الكرسي عاوز يحط البلد في كرشه. هو في يعني حاجات بتاعت المسيرات بتمشي في الشارع، فكان جاري معلق صوره للرئيس للفريق عبد الفتاح السيسي، ففضلوا بقى المسيره كلهم يشتموه ويحدفوا جزم وكده. فيعني دي عنصريه غريبه يعني. انا يعني واحد معلق صوره هو حر، فالموقف ده انا اتضايقت له قوي كده. يعني حتى لو كان الناس اللي ماتوا مثلا في رابعه وفي الحاجات دي يعني انا هبقى اتعاطف معاهم، مش هتعاطف بعد اللي بيعملوه في المسيرات، ان دي ناس مش بتاخد حقها. ماشي يلا. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. بتدي الواحد حريته وكأنه هو قاعد يكلم نفسه او قاعد يتكلم بيحلم. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا أي حاجة في نفسهم، أي حاجة. على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.